السلام عليكم. أهلا بكم في محاضرة جديدة من MK Frontend Academy. معاكم محمد صالح، والنهاردة إن شاء الله هنشرح ال CSS. عبارة عن إيه CSS؟ هو بيدي شكل للمتصفح بتاعنا أو للصفحة بتاعتنا اللي إحنا عايزين نعملها، يعني ألوان، تنسيق، نصوص، حاجة عايز تحطها في مكان معين، عايز تغير خلفية باك جراوند لشكل لاسم أو لتايتل معين. كل حاجة عايز تعملها وعايز تلعب في الألوان، عايز تعمل أي حاجة عن طريق ال CSS تقدر تغير بيها الشكل اللي أنت عايزه. يلا بينا نبدأ من غير كلام كتير، بسم الله. أول حاجة نقدر نعملها إن إحنا نفتح الفيجوال ستوديو كود بتاعنا. تمام، لو ما فتحش معاك بنفس الطريقة إن هو يفتح اوريدي على السيشن 1 أو الفولدر اللي إحنا مختارينه، ممكن نعمل من فايل اوبن فولدر ونختار السيشن بتاعنا او نختار الفولدر بتاعنا اللي احنا عايزينه، او من اوبن ريسنت نقدر نعمل اخر حاجه احنا فاتحينها قبل كده. تمام. بالنسبه للاندكس ده زي ما اتفقنا ده بدايه مشروعنا او بدايه اي حاجه بنعملها. الاندكس بتاعنا هو اللي بيبقى موجود فيه كل اكواد ال HTML الخاصه بينا. تمام. طيب عشان نعمل ستايلنج لل HTML بتاعنا عندنا ثلاث طرق. اول طريقه هي inline style، تاني طريقه اسمها internal style، وتالت طريقه اسمها external style. طيب ايه الفرق بين الطرق التلاتة وهل الطرق التلاتة مستخدمين ولا لا؟ الإجابة التلات طرق مستخدمين مفيهمش أي مشكلة. طيب مين أحسن ومين أوحش؟ مفيش حاجة اسمها أحسن وأوحش، كل حاجة ليها استخدامها، ولكن احنا جرى العرف إن احنا هنستخدم الإكسترنال ستايل. في الفترة دي احنا هنبدأ نستخدم الإكسترنال ستايل عن طريق إن احنا هنستخدم فولدر مخصوص بالسي اس اس نكتب فيه الأكواد بتاعتنا، وبعد كده في مراحل متقدمة إن شاء الله هنستخدم الإنلاين ستايل. هنشرح الأول الإنلاين ستايل لأن هو أكثر استخداما فيما بعد إن شاء الله في الكورسات المتقدمة، ونشرح بعد كده الانترنال ستايل والاكسترنال ستايل. طيب بسم الله. نفترض ان انا عايز اعمل H1. H1 زي ما اتفقنا ان هي الهيد بتاعت الباراجراف بتاعنا. نفترض انك تكتب فيها هلو وورد. طيب الانلاين ستايل يعني ايه؟ يعني زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا بكتب جوه التاجه او جوه الاوبننج تاج نكتب ستايل، وكمثال هنعمل الكولر ونخليه بلو. ممتاز جدا. طيب تعالى نعمل حاجه اسمها جو لايف. احنا اتفقنا على المره اللي فاتت حاجه اسمها لايف سيرفر. اللايف سيرفر ده بيوريك ازاي اي حاجه تعدل على الصفحه بتاعتك تبان على طول. جو لايف. ظهر معانا بالشكل ده هالو وورلد بالازرق. تمام كويس جدا. يبقى اي حاجه هكتبها انا هنا تبدا تشتغل معانا. طيب خلينا نجرب حاجه تانية، ما تقلقش خالص انا هشرح لك كل حاجه باستفاضه. لو عملنا حاجه اسمها تكست الاين سنتر وعملنا كنترول اس وما ننساش، المفروض الكلام هيجي في النص تلقائي. ممتاز جدا. طيب يبقى ده كده اول حاجه الان لاين ستايل. خلينا نطلع دي فوق عشان نبقى عارفين الفرق ما بينهم. طيب عايزين بقى حاجه نعمل اسمها internal style. طب يعني ايه الفرق بين inline style و internal style؟ ما هما الاثنين موجودين هنا، الاثنين بيتكتبوا في ال HTML في المعتاد. طيب لكن inline style هو بيتكتب فين؟ في الاوبننج تاج بتاعت التاج بتاعنا. طيب الانترنال ستايل يعني نخش على فوق خالص عند الهيد، نوسع بس مكان ليها، نعمل ستايل. خلينا نعمل بقى H2 عشان نفرق بس ما بينهم، نعمل hello world 2. طيب في الستايل ده هيبقى الانترنال ستايل. نفترض انا عايز دلوقتي اعمل ستايل لل H2. طيب بكل بساطة هعمل H2 واعمل كيرلي براكتس، هكتب جواها اي حاجة انا عايزها. كمثال ادي color نخليه، نختار لون مختلف. تمام. طب عايز اجيب الالاين بتاع التكست او اخلي التكست على الشمال او على اليمين. نفترض ان احنا عايزين تكست الاين ونخليه end او left. ظهر معانا اهو بالشكل بتاعنا على الشمال.
وده الشكل التاني من انواع الستايل. طيب الشكل التالت والاخير هو الاكسترنال ستايل. الاكسترنال ستايل معناه ايه؟ معناه ان انا بعمل فولدر مخصوص للسي اس اس واكتبه في ملف خارجي. طيب لو انا كتبته في ملف خارجي، طب ازاي ال HTML بتاعي هيعرف ان انا عامل ستايلنج دي الجزء ده؟ بكل بساطة هنكتب برضو نفس اللي احنا كتبناه ولكن في فايل منفصل. طيب تعالى نبدأ من غير برضو كلام كتير، خلينا نبدأ على طول العملي. نعمل نيو فايل من هنا او كليك يمين نيو فايل. طيب هل هو ليه اسم معين الفولدر بتاعي؟ هو اهم حاجة انه يكون دوت سي اس اس. زي ما اتفقنا ان الدوت سي اس اس ده بيعرف نوع الملف ايه. سميته اسم، اي اسم بتسميه، ممكن مين، بتسميه ستايل، بتسميه اي اسم انت عايزه، ولا هيفرق معانا حاجة. بس اهم حاجة نفس زي ما اتفقنا ان يكون تصنيف الملف سي اس اس. وادي السي اس اس بتاعنا. طيب هيفتح هو تلقائي. عايزين بس نخلي هنا نعمل اتش 3 ونكتب هالو وورلد 3 وندوس سيف. خش على المين. والله طب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز اغير ال H3 بتاعنا واخليه له برضه color. خليه باللون ده ونخلي text align right. احنا كذا مرة نتكلم على text align. text align برضه عشان ما يبقاش احنا بنكتب حاجة وخلاص. text align يعني تنسيق النص فين، هل على اليمين، على الشمال، او في النص. بكل بساطة نعمل كنترول اس. تعالى كده نشوف ايه اللي حصل في الصفحة بتاعتنا. طب ازاي بقى؟ احنا المفروض احنا مغيرين التكست بتاع هالو وورلد ده ومخلينه بلون مختلف ومخلينه مكانه مختلف وكاتبينه هنا صح، ممتاز جدا. طيب يا اندكس انت ليه ما عملتيش كده يا اتش تي ام ال؟ ما انت ما قلتليش. ما قلتلكيش ازاي؟ ما انا كاتبك في السي اس اس. طب انا هعرف منين؟ هنعرف لو افتكرنا المره اللي فاتت لما جينا اتكلمنا في حاجه اسمها لينك. لينك هيعمل ستايل شيت. ستايل شيت ده هو كاسكيدنج ستايل شيت زي ما اتفقنا، ان هو هيصنف اي حاجه ستايل شيت ستايلنج او اي حاجه ليها علاقه بالستايل بتبدا تتسجل هنا. والاتش ريف هو مكانه فين. بكل بساطه لو كتبنا هنا مين، هو اوريدي هيعمل تسجيل تلقائي. نعمل مين سي اس اس ونعمل كنترول اس. لو عملنا كنترول اس هيظهر معانا هنا بالشكل ده. مراجعه كده اخيره، عندنا ثلاث طرق نبدا نشتغل عليهم علشان نعمل ستايلنج لل HTML بتاعنا. اول طريقه اللي هي inline style. الانلاين ستايل بكتب الستايل بتاعي قبل كلمه ستايل وبكتب جنبه الحاجه اللي انا عايزها، وبيبقى جوه الاوبننج تاج. اهم حاجه جوه الاوبننج تاج، ما يبقاش بعديه ولا قبليه، بيبقى جوه الاوبننج تاج. تاني طريقه ان احنا هنشتغل بيها هي الانترنال ستايل. الانترنال ستايل انا بكتب في الهيد الستايل بتاعي. تالت طريقه هي الاكسترنال ستايل، ودي ان انا بعمل ملف مخصوص ولازم 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 اهم حاجه اربطه بكلمه لينك. بعمل له لينك على الصفحه بتاعت ال HTML بتاعتي، وببدا احط الملف بتاعي واخش على المين سي اس اس واكتب الستايل بتاعي. وهشرح كل حاجه باستفاضه، لا تقلق يا صديقي. طيب نقطه مهمه جدا لازم اقولها لك قبل ما اقفل الفيديو ده، الا وهي انهي طريقه من دول هي افضلهم. زي ما اتفقنا ان افضلهم واحسنهم على الاطلاق عشان يبقى عندك حاجه اسمها كلين كود، ان انت تعمل اكسترنال ستايل، يعني تعمل ملف مخصوص للسي اس اس مختلف عن ال HTML. وده افضل طريقه واحسن حاجه، وده هو المتبع الفتره دي. طيب ابدا اعمل اكسترنال ستايل وابدا احط كل حاجه انا عايزها، وهنبدا نشرح الحاجات دي باستفاضه المحاضره الجايه. طيب هل الانلاين ستايل مستخدم؟ اه مستخدم حاليا، ولكن مش بالطريقه التقليديه دي. بيبقى في طرق تانية احسن منها بكتير في مراحل متقدمه ان شاء الله هنبدا ندرسها. ولكن دي بوابتك للسي اس اس، هي البوابه الاساسيه اللي هنبدا نشتغل عليها الفتره الجايه. زي عندنا حاجه اسمها بوت ستراب والتيلوين سي اس اس. الاثنين دول من انواع الفريم ورك اللي ممكن تشتغل عليهم علشان تسهل وانت بتعمل سي اس اس. ودول بيكتبوا في الانلاين ستايل، يعني بيكتبوا جوه التاج. دي مراحل متقدمه لا تقلق، هشرحها لك باستفاضه جدا، ما تقلقش من الموضوع ده خالص. ولكن خلينا نمشي خطوه بخطوه بس عشان تبقى عارف الفرق ما بين الثلاثه ايه. الانلاين ستايل بيكتب جوه التاجه، وده اللي هنستخدمه ان شاء الله في المراحل المتقدمه في الادفانسد من الكورس بتاعنا ان شاء الله. والاكسترنال ستايل ده اللي هنبدا بيه دلوقتي عشان نفهم كل تفصيله خاصه بكل عنصر. والانترنال ستايل يعني تكتب الكلام ده جوه الفولدر بتاعك او جوه فولدر ال HTML. ودي طريقه مش متبعه الا في حالتين بس، لو انت عايز اعمل تنسيق للصفحه كلها
مره واحده، يعني كل العناصر تيجي في النص، فاعمل تكست الاين كله سنتر او ليفت، كل العناصر هتيجي مع بعض. او ان انا عايز اعمل خلفيه للشاشه، زي مثلا اعمل باك جراوند للموقع بتاعي فاخليه كله اسود. وبرده دي ما بقتش متبعه قوي، لان بيبقى ليها طريقه تانية هنبدا نشرحها مع بعض المحاضره الجايه. علشان ما اطولش عليكم المحاضره، نكتفي بهذا القدر المره دي، ونبدا ان شاء الله مع اولى جلساتنا في السي اس اس في المحاضره الجايه. ومتنساش تعمل اشتراك ومتابعه للصفحه بتاعتنا عشان يوصلك كل جديد، وتابعنا وهتبقى فرونت اند ديفلوبر برعاية MK for Web Solutions.